في ليلة ضلمة من ليالي شهر نوفمبر على طريق الواحات البحرية، وبالتحديد عند الحتة الضلمة اللي قبل مدخل الفرافرة. الجو شبورة والدنيا ساقعة، الطريق مقطوع مفهوش أي نور. الحاجة الوحيدة اللي منورة هي كشافات العربيات. الساعة 3 الفجر، الوسط غريب ماشي بالميكروباص بتاعه اللي مفهوش خالص أي ركاب غير واحد بس نايم في الكنبة اللي ورا. وبالتحديد عند الكيلو 120 كشافات العربية جابت خيال أبيض ظاهر على رملة الطريق. الوسط غريب افتكرها شكارة، شكارة كيماويات، شكارة أسمنت. لكن لما قرب منها لقاها بنت شابة في العشرينات، واقفة لوحدها في قلب الصحراء ولابسة فستان أبيض، كان طويل بس متبهدل كله مليان تراب. البنت رفعت إيديها في بطء وشاورت لعم غريب عشان يقف، بس عيونها ما كانتش بترمش خالص. كانت واقفة وكانت بتبص لعم غريب في نور الكشاف وبتبرق له جامد جدا. وعم غريب من الخوف داس بنزين على الآخر وجري وعدى من جنبها بسرعة جدا، وكان عمال يقرا قرآن كتير جدا في سره. وفجأة واحدة بص في المراية لقاها واقفة مكانها لسه مصلوبة ووشها بيلف مع حركة العربية، وهو عمال يبعد عنها بسرعة. حاول يهدي شوية وبص في المراية على الشاب اللي نايم ورا في الكنبة، لقاه زي ما هو لسه ما اتحركش. وبعد 8 دقايق جري عم غريب شم ريحة ورد جامدة جدا في العربية، بس ما كانتش ريحة ورد عادية. وفجأة واحدة سمع صوت الجلد بتاع فرش الكرسي بيزيق. رفع عينه وبص في مراية الصالون بتاع العربية. فجأة واحدة لقى البنت راكبة معاه في العربية. وهنا كانت الصدمة بالنسبة لعم غريب. لقى البنت قاعدة فستانها الأبيض اللي كانت لابساه مالي الكرسي، موطية راسها وشعرها كله نازل على دماغها. عم غريب اترعش والجو كأنه بقى تلج مرة واحدة، جسمه اتخشب ومبقاش عارف يعمل ايه. كل اللي عمله ان هو مسك الدريكسيون وثبت عينه على الاسفلت وكمل جري. وفجأة واحدة البنت قالت له: انا اسفة يا عم غريب، ركبت من غير ما استأذنك، بس انا سقعانه قوي، بقالي سنتين واقفه في نفس المكان ده ومحدش بيسأل عليا. اما غريب بلع ريقه بالعافيه وبص لها وقال لها: انت مين وعاوزه ايه؟ ردت عليه بصوت حزين وقالت له: انا كنت راجعه من فرحي من 6 سنين، والعربيه اتقلبت بيا انا وجوزي. جوزي مات ودفنوه، بس انا لسه بدور على جثته ومش لاقيينها. يا ريت يا عم غريب تعرفهم ان انا تحت التبه الكبيره. في اللحظه دي الشاب اللي كان ورا نايم صحي وبص على عم غريب لقاه بيكلم نفسه. قال له: ايه يا عم غريب، انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ بص في المرايه تاني عشان يشوف البنت لسه موجوده ولا لا. ما لقاش البنت موجوده ولا ليها اي اثر، حتى الريحه بتاعتها ما بقتش موجوده. اللي موجوده ريحه الجاز اللي موجوده في العربيه. غريب مكملش الطريق للنهايه، واول ما وصل عند اول محطه اسعاف فطر العربيه واترمى على الارض. المسعفين جريوا عليه بسرعه وجابوا له ميه بسكر وحكى لهم اللي حصل، وحكى لهم على البنت اللي شافها. ورئيس نقطه الاسعاف قال له: هو انت شفت اسماء؟ وحكى له نفس القصه اللي البنت قالتها له، ان هي كانت متجوزه وكان يوم فرحها من 6 سنين، وكانت مروحه مع جوزها وعملوا حادثه وجوزها مات واتدفن وهي مش لاقيينها. تاني يوم عم غريب صحي وحاول يوصل لحد من اهل البنت دي، وفعلا وصل لحد من اهل البنت دي وقال لهم على المكان اللي هي قالت له عليه. واهلها بلغوا الشرطه، ولما الشرطه راحت عند التبه الكبيره لقوا فعلا فستانها وباقي القماش بتاعه، ولقوا باقي هيكل عظمي. طلعوا الهيكل وخدوا الفستان، واخيرا البنت اتدفنت دفنه شرعيه. ومن اليوم ده اي حد بيعدي على الطريق مبقاش يشوف البنت اللي لابسه فستان ابيض تاني. وعم غريب ساب الشغل بالليل وبقى يشتغل الصبح بس.